الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. الوضوء كما علم النبي صلوات الله والسلام عليه. أولا، كان النبي صلوات الله والسلام عليه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا الإناء هو قريب من المد، والمد اللي هو يعني إناء يملأ ملء الكف مرة واحدة، والصاع مثل هذا 4 مرات. فكان النبي هذه هي يعني كمية الماء التي يستخدمها في الوضوء والغسل صلوات الله والسلام عليه. في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في تعليم وضوء النبي صلوات الله والسلام عليه أنه أتى بإداوة من ماء هذه قدر المد، فأفرغ على يديه فغسلهما 3. وهذا غسل اليدين إلى الرسغين هذا وجوبا عند القيام من النوم، فإن النبي نهى يعني من يقوم من النوم أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها 3. وهي مستحبة عند كل وضوء أن يغسل أولا يعني يديه إلى الرسغين 3 مرات. قال: ثم أدخل يده في الإناء فأخذ غرفة مضمض بها واستنشق، يعني جعل نصفها للمضمضة ونصفها للاستنشاق. والاستنشاق إدخال الماء إلى يعني الأنف، وبالاستنثار كان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر بيده اليسرى. الغرفة الثانية والغرفة الثالثة هذه المضمضة والاستنشاق، وهي الصحيح واجبة وداخلة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق. هذا الفم المضمضة والأنف داخل في معنى الوجه. قال: ثم أخذ غرفة وغسل بها وجهه، وغسل وجهه 3. غسل الوجه وهو فرض. ثم غسل يديه إلى المرفقين، بدأ باليمنى، والمرفق هو هذا المفصل الذي يقع بين العضد والساعد. والله تبارك وتعالى قال في الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والصحيح أن المرفق داخل، يعني يجب غسله لأنه داخل في دين. ثم أيضا خلط 3 غرفات وغسل يده اليسرى كذلك إلى المرفق. ثم مسح رأسه مرة واحدة، يقبل بهما ويدبر. يبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعيدها إلى المكان الذي بدأ منه، ويمسح أذنيه بفضل وضوئه. يضع السباحتين في داخل الأذن والإبهام من خارج الأذن. ومسح الرأس مرة واحدة. مسحت أنا مرتين فقط لبيان صفة يعني المسح، وهو أنه يبدأ من مقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يعيدهما مرة ثانية إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 كذلك، وغسل رجله اليسرى كذلك إلى الكعبين 3. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالوضوء عبادة عظيمة،
وقد هو شرط كما ذكرنا في تعليم صفة الصلاة أنه شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين.